ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه المعركة، في هذه الغزوة، لما انطلقوا إليها لم يكن معهم ما يركبونه، فكان الثلاثة والأكثر يعتقبون على الجمل أو البعير الواحد، يعتقبون على الجمل أو البعير الواحد. ومن ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل شأنه صلى الله عليه وسلم مثل أصحابه في هذا الأمر، هو وعلي ومرثد رضي الله عنهما، هو صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الغنوي كانوا يعتقبون بعيرا واحدا، حتى إن عليا رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات ومرثد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم نكفيك المشي، يعني أرادوا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يستمر راكبا ويكفيانه صلوات الله وسلامه عليه المشي، عرض عليه هذا العرض، فقال عليه الصلاة والسلام لستما بأقوى مني ولست بأغنى منكم عن الأجر، لستما بأقوى مني ولست بأغنى منكم عن الأجر. فلم يقبل عليه الصلاة والسلام ذلك، بل مضى مثلهم يعتقبون على البعير الواحد. كان عددهم يزيد على 300 وليس معهم إلا 70 بعيرا، فالثلاثة والأكثر يعتقبون البعير الواحد، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان. وسيأتي معنا قريبا عدد الإبل التي مع كفار قريش، وأيضا عدد الرجال الذين معهم، وكذلك عدد الخيل التي كانت معهم. قال ودفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية الواحدة، يعني يكون هناك عدة رايات، لأن الجيش يقسم إلى أقسام وكل قسم ينضوي تحت راية والجميع ينضوون تحت اللواء، فاللواء كان بيد مصعب بن عمير، والرايات قسمها بيد علي رضي الله عنه راية، وبيد رجل من الأنصار راية، وكانت راية الأنصار يومئذ بيد سعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة. الساقة ساقة الجيش أي مؤخرة الجيش، ساقة الجيش أي مؤخرة الجيش، فجعل في الساقة قيس بن أبي صعصعة. قال وسار صلى الله عليه وسلم فلما قرب من الصفراء، والصفراء وادي الصفراء، ويبعد عن المدينة بالكيلوات كما قيل قرابة 50 كيلو مترا. لما وصل إلى هذا الوادي، وادي الصفراء صلوات الله وسلامه عليه، بعث بسبس بن عمرو الجهني وهو حليب بني ساعدة، وعدي بن أبي الزغباء الجهني حليب بني النجار إلى بدر يتحسسان أخبار العير، أرسلهما إلى جهة بدر يتقدمان للتحسس، أي التحري والترصد ومعرفة الأخبار المتعلقة بالعير، أين وصلت وفي أي مرحلة هي